أهلا بيكم في قناتي تجربة إيمي. تجربتنا النهاردة تجربة روحانية مميزة جدا. هنروح مع بعض في القاهرة ونزور مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها. المسجد موجود في منطقة اسمها درب سعادة قديما، حاليا اسمها منطقة السيدة نفيسة أو ميدان السيدة نفيسة. المسجد موجود من زمان، يعتبر أول مسجد اتعمل لآل بيت رسول الله في مصر، من أقدم المساجد وأعرقها، اللي معمولة خصيصا لأحد أسرة سيدنا رسول الله أو لحد من نسل رسول الله. تعال نخش مع بعض المقام ونتفرج عليه من جوه. ده مقام السيدة نفيسة اللي لسه تم افتتاحه قريب، وبصراحة بقى حاجة مبهرة. المكان بقى قمة في الجمال. السيدة نفيسة جت مصر سنة 193 هجريا، واستقرت في مصر حتى وفاتها. تعتبر زاهدة وعابدة، ومعروفة بأنها ذات إيمان قوي. كانت بتفسر قرآن وتفسر أحاديث، وتلمذ على أيديها الشافعي، كان بيستفيد منها وياخد منها معلومات، وكان لما يقف معاه أمر كان يروح لها ياخد رأيها فيه. وطلب بعد وفاته إنها تصلي عليه، وقد كان وصلت السيدة نفيسة على الإمام الشافعي. ده غير إنها كانت أحد تلاميذ الإمام مالك في مكة. نسب شريف وعظيم وشخصية جميلة، وهي موجودة في مصر بركة لينا، ووجودها في مصر شيء مبارك. لما توفت كان جوزها سيدنا إسحاق هياخدها يدفنها في البقيع، لكن أهل مصر تمسكوا بشدة إنها تدفن عندنا، ورغم رفضه إلا إنه بعد ما كان مصر جدا ياخدها يدفنها معاه هناك، نام وحلم إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيأمره يسيبه يدفنها في مصر.